بتعرفوا ليش الأخ اسمه أخ؟ ليش يا ترى؟ الإنسان وقت اللي بيتألم أو بصير معه أي شي، يعني عن لا شعور بتطلع معه كلمة أخ. هاي الأخ يعني أخ، يعني لازم يشعر بأخوه بأي شي في الدنيا، هيك اسمه أخ. بس للأسف هلأ وصلنا لزمان صار الأخ مو لأخوه. أكتر المشاكل هون في أوروبا عن جد، وأكتر الأحاديث اللي بسمعها، جيت لهون لقيت اخواتي متغيرين، لقيتهم انه ما بقتن مثل قبل. فعلا فعلا هوني الانسان بيتغير 99 درجة عن جد. بصفي الاخ مو لاخوه. يعني اللي جايين من سوريا ما تتأملوا تجوا لهون تلاقوا اخواتكم مثل اليوم اللي تركوكم واجوا، نفس الطيبة نفس الحنية. لا لا، الحياة غيرتهم كتير كتير. لك الحياة والنسوان كمان لا تنسوها. هاي الأخ اللي بينقاد ورا مرة كمان هذا نسي أخوه. يعني ما تقولوا إنه يكون عندكم أمل كتير كبير تجي لهون على أوروبا، تيجوا تقولوا لا بدي أروح على الولاية اللي فيها أخويا. لا لا أبدا، لا تحكوا هذا الحكي. إذا بتحسنوا بعده لأبعد نقطة. والله ما تلاقيت في أي حدا هوني وحكى قدام إنه نحنا متفقين مع أهلنا، نحنا متفقين مع هيك. مع إنه اللي بيكون عنده أخت في هالحياة، خصوصي هون لك الأخت بتحن. الأخت رحمة من عند الله. الله بيعطيك من أوسع أبوابه يوم اللي بتجبر بخاطر أختك أو بتحن عليها، أو حتى أخوك يعني كمان، مو بس الأخت. بس نحنا للأسف هون بأوروبا فقدنا هاي الحنية، فقدنا الرحمة اللي أعطانا إياها رب العالمين بين الأخوات. والله أمس عند الدكتور إلا أنه يعني أنت ما عندك إخوات هون؟ قالت لي والله عندي أخ صار لي 7 سنين ما شفته، ما بيجي لعندي أبدا. كمان اجتمعت بوحدة تاني يعني مرة كمان. إيه عندك هون إخوات؟ إيه عندي بس ما بشوفهم نهائيا. وكذا كذا يعني واحد أنا اجتمعت فيهم وهيك. كمان واحد إجا جديد لهون على ألمانيا، إنه ليش ما رحت لعند أخوك ما استقبلك؟ قال لي أصلا عمل المستحيل لحتى ما يستقبلني، لحتى ما يخليني أوصل. فتخيلوا يعني معقول نحن مسلمين هيك نعمل في بعضنا؟ ايه معقول. انا عن جد هذا الفيديو بوجهه للناس اللي جايين هلا عم يطلعوا كلياتهم يفكروا انه إلن عالم هون جايين لعندهم، جايين يلجأوا لهم. طبعا الا من رحم ربي، طبعا اكيد الا من رحم ربي. ما بتخلى ان شاء الله، نخليها تخربت.